هند، انا نازل بقى عشان اجيب حاجه رمضان. طب استنى خد الورقه انا كاتباها لك اهي. ورقه ايه؟ الورقه اللي هتجيب لي فيها الحاجه بتاعت رمضان، حاجات رمضان كلها كاتباها لك. كيلو مشمشيه، كيلو قراصيه، 2 كيلو بلح ناشف، بلح طري، زبيب، كاجو، عين جمل، وفستق. لسه في ورقه كمان اهو. لا انت فهمتي غلط. ايه؟ انت فهمتي غلط، انا نازل اجيب حاجه رمضان. اصل امي اتصلت بس دي حاجه رمضان. اسمعي بس، امي اتصلت بيا قالت لي ان في واحد عندهم تحت بيوزع كراتين رمضان، فخدت لي كرتونه وخدت لنفسها كرتونه. انا رحت تاني عشان اجيب الكرتونه تاني من الراجل. كراتين رمضان؟ هيروح اللي هياخد هي انا إيه كرتونه دي بقى؟ تاني وغير الكرتونه يشيلها لامي بقى. يبقى كده هاخد كرتونتين. الكرتونه اللي هي بتاعت الناس الغلابه. الراجل بيوزع الناس غلابه، ناس طيبين قوي بيوزعوا لله، احنا رايحين كده نوزع لله. اما انت كرباضي ايه ده؟ ما دي حاجه رمضان يا اسلام. الكرتونه هيكون فيها ايه؟ زيت وسكر ورز. ماشي، انت عايزه زيت وسكر ورز، ما هو يبقى فيها ايوه زيت وسكر ورز. طب انت في عين جمل وكاجو؟ لا الحاجات دي لا. وبعدين انت عايزه الحاجات دي؟ ايوه طبعا ده اساسي رمضان. المشمشيه، القراصيه، البلح الناشف، البلح الطري، الزبيب، جوز الهند، عين الجمل، اللوز، الفستق، الكاجو. ايه لازم؟ البندق لازم، الحاجات دي اساسي. انت عايزه كيلو فستق وكيلو كاجو ده الحاجات دي عايزه دي كارد. اساسي. اللي انت كاتباه ده عايز كارد كده. اعمل كارد ايه ده؟ انا ابيع الشقه واكمل عليها عشان خاطر نجيب الحاجات دي. انت عارفه كيلو؟ يا نهار ابيض، كاجو كيلو وعين جمل وفستق امال هنفطر ايه في رمضان يا اسلام؟ لا نفطر ايه؟ هقول لك انا بقى. ونسحر ايه؟ وبين الفطار والسحور لازم يبقى في حاجات كده تسالي سكتي بقى كده. انا عملت جدول رمضان، انا جايب لك ورقه رمضان حالا. انا لسه مستضيف. عرفني بقى هناكل ايه في رمضان؟ قعدت كده فكرت كده مع نفسي. الحمد لله قبل رمضان اصطدت شيطان كده عمل معاه اللعبه عمل معاه الجدول. اصطدت شيطان؟ عشان الشياطين في رمضان تبقى مسترسله. ايوه انا اصطدت واحد بقى قبل قبل رمضان ما يستلسل. بالظبط. بص بقى يا ستي، اول يوم هنفطر عند ماما، تاني يوم عند مامتك، تالت يوم بقى خش بقى على قرايبنا بقى. يوم عند خالتك ميرفت عشان هي كانت عزمانه. انا فاكر هي عزمتنا. دي كانت عزومه مراكبيه، قالت ابقوا تعالوا وافطروا بقى معانا يوم في رمضان وبس. لا مفيش حاجه اسمها عزومه مراكبيه. انا هتصل بيها واكد على تالت يوم عند خالتك ميرفت، مالناش دعوه. يا ابني ده هي قالتها كلمه كده. لا هو عتب زي ما بيقولوا. عندهم كاجو هناك، هاكلك كاجو. مهم عند خالتك ميرفت. تالت يوم عند خالة ميرفت. رابع يوم بقى عند خالتي اميره برضو عزمانه حلوه قوي. ماشي. خامس يوم بقى نخش عند خالتك برضو التاني، خالتك نجاة. خالتك نجاة كانت قايله لنا ساعه الفرح. ماشي. ده من زمان قوي. ماشي برضو هفكرها. يا لهوي. عايز سادس يوم بقى عند خالتي زمزم. ماشي. سابع يوم ماشي هنروح بقى عند خلانك بقى. خلانك هيزعلوا. صح. ده عند خالاتك. ده يجي. يعني نروح عند خالاتك ما نروحش عند خلانك. لا ما ينفعش طبعا، هيزعلوا. ويحسوا في نفسيتهم من جوه مني. هنروح بقى عند مين؟ عند خالك عند خالك محمد اول واحد. بعد كده كبير بالظبط كده. بعد كده نروح بقى ايه؟ عند خالك هاني. طب وانت ما عندكش خلان؟ خلاص هنروح. انت عندك خلان. بس صح عشان ما حدش يقول لك انت كنت عند خالك ده امبارح وعند خالك. لا احنا نوزعها. نروح عند خالك محمد وبعد كده نروح عند خالي احمد. وبعد كده نرجع عند خالك هاني. وبعد كده نروح عند خالي بقى ايه؟ ابو دنيا. ام دنيا. ماشي. نخش بقى عند مين بعد كده؟ مين بقى؟ عند ستك بقى. يعني هنروح خالاتك وخلانك وما نروحش لستك. يا ابني حرام عليك الناس. لا هتزعل. رمضان مفيش عزايم في رمضان. لا ده كل رمضان كله عزايم. احنا هنقضي كل رمضان برضه. يعني احنا نروح نخبط عليهم نقول لهم احنا معزومين عندكم النهارده. الجدول ده انا تعبت فيه قوي. خلي بالك الشيطان او مثلا معديين بالصدفه معايا ساعه الفطار قلنا ندخل نسلم عليكم. خطه روحانيه شيطانيه عشان خاطر رمضان لازم نقضيه كل ايه ده لسه. ايوه انا بص هنا ال 15 يوم الاولانيين وهنا ال 15 يوم التانيين. يا لهوي انت بتزقتي ليه؟ ده بص هنا. بص اهل الام واهل الاب والاصدقاء بقى. انت في اصدقاء اهل الام ده انت كاتب كمان. ايوه معلش بقى. ثانيه بس اشوف انت عمال تشد مني الورقه ليه؟ امال ايه؟ انا مجهزها لك. اول يوم عند حماتي اللي هي مامتي يعني. تاني يوم عند مامتك بالظبط. اهل الام واهل الاب. بص بقى اسمعي. طبعا يعني اروح عند اهل الام. اهل الاب بيقولوا ايه؟ بتفرقه عنصريه مثلا؟ لا طبعا. بيحبوا اهل الام. خلينا بقى اشرح لك بقى لغايه الخطه بقى. مثلا احنا قلنا خلاص بقى اللي هو ايه؟ هنروح عند ستك. بعد كده بقى طب الست هتزعل نروح عند ستي. ازاي؟ خش بقى على مين بقى؟ طب احنا كده رحنا على اهل امك واهل امي. اهل ابونا يزعلوا؟ ما يصحش.
نروح عند عمك بقى، عند عمامي بقى وعند عمامك عشان ما يزعلوش مثلا. نروح بقى رايحين عند عم هشام، ونطلع من عند عم هشام تاني يوم بقى عند عمك عصام. تالت يوم بقى عند عم محمود. ماشي. رابع يوم بقى هم رايحين بقى راجعين تاني عند عمك احمد. عمك احمد ما يزعلش برضه يعني رحنا عمك عصام مثلا يقول لا ده عندي اغلى من ده مثلا، ما ينفعش. ماشي. كده بقى نخش على اصحابنا بقى. صحابنا؟ ايوه. انا ما عنديش صحاب. لا ما عندكش صحاب ايه؟ امال الهمسه دي راحت فين؟ دي انتمتي. خلاص صاحبتك نروح نفطر عندها. يا ابني لا دي انتمتي، ما عملش فيها العمله دي. نروح نفطر عندها انتيم ايه ده؟ الانتيم ده ليه عند صاحبه ايه غير ان هو يتشرط عليه؟ ده احنا انا كنت بتشرط في رمضان. انا كنت بتشرط على اصحابي اقول لهم هتعملوا اكل ايه؟ امك عامله اكل ايه؟ دلوقتي مراتك عامله اكل ايه؟ اسمع بس همسه تقول لها انت عامله اكل ونروح نتعزم عندها. وبعد كده عند ايمن صاحبي انتيمي برضه اهو. انا بص ما زعجتيش يعني، انا افتكرت انتمتك وافتكرت انتيمي برضه. عند ايمن هنروح اهو برضه وتظبط برضه معايا، ده مراتك هتعمل اكل كذا وكذا 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 قبلها. طب ما همسه وابنها كده بالنسبه لي. بعد كده بقى اهو كاتب لك صاحبه هند الثانيه، انا ما اعرفش نوها دي نسيت اسمها بس هي صاحبه هند الثانيه. بصي فاكرها نوها وحيده ماشي. نسي. وبعد كده بقى هتزعل مني. صاحبي بقى برضه انتيمي حبيبي برضه كريم. كريم ماشي. وبعد كده بقى دخل بس كده اشوف في النور. بص بقى هنرجع بقى تاني نعيد الجدول من الاول بقى، يعني مامتك كل ده وحشتنا. طبعا اكيد رايحه لها من اول رمضان، ما رحناش تاني. وحشتنا قوي يعني، هنروح نسيب 15 يوم اللي فاتوا دول. لا نرجع نعيد الجدول من تاني. بالنسبه للفطار السحور بقى، اما انت مش جايب لي اكل هنا في البيت خالص، رايح جايب لي كرتونتين رمضان. ما احنا هنعمل ايه بقى؟ السحور هنسحر نفطر عندهم ونسحر عندهم ولا ايه؟ اسمعي بقى، ما انا عملت حسابي. ايه؟ بص بقى، احنا لما نروح عند قرايبك او نروح عند امك ونروح عند امي طبعا هيفضل ايه؟ اكل من بعد الفطار وبتاع، وهنبقى هناكل ناخده واحنا ماشيين. خش انت على امك، طبق المحشي اللي فاضل ده انا هاخد نص طبق مثلا، قوم واخدينه. ده دي امي صاحبتي مثلا همسه اقول لها همسه فاضل عندك اكل هاتيه حطه لي في لا 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 ولا نروح بالكيس الكيسه السودا بتاعتنا في الشنطه ناكل ونعبي. ايه يا اسلام اللي بتقوله ده يا اسلام؟ ده مائدة الرحمن ارحم من اللي انت بتقوله. صدق ما عملتش حسابك في مائدة الرحمن صح؟ سقطت منك في الجدول، سقطت منك. لازم يبقى في كده يوم كده مائدة الرحمن. خلاص يبقى نخلي كل اسبوع كده يوم الجمعه كده على مائدة الرحمن، عشان يوم الجمعه بيبقى ناس بيطلعوا لله كتير. ماشي؟ يبقى كل يوم جمعه يبقى على مائدة الرحمن. ماشي؟ بص بقى لما نبقى عند امك وعند امي هناخد حاجات الايه؟ السحور معانا كده كده امك وامي عادي. هناخد حاجه السحور ونعمل حسابنا مثلا رمضان احنا مقشفرينهم على طول. بس برمضان وغير رمضان بنبقى مقشفرينهم. هنعمل ايه بقى؟ رمضان مش هناخد يا عم ده ليهم الجنه بصراحه، دول ليهم الجنه. امي بيبقى عندهم جبن وعندهم لانشون وجبنه رومي وفول كتير. انت بتقر عليهم. ناخد ونحط في شنطه يكفينا يومين. لما عند امك ناخد شنطه سحور يومين وعند امك يبقى سحور يومين، يبقى احنا كده خلصنا اول ايه؟ 4 ايام. يوم الخامس هنبقى عند مثلا عند عمك او خالتك. لا خالتك اخد من عمي السحور وانا ماشيه. خالتك كريمه. خالتي ميرفت. خالتي مش كريمه، خالتي ميرفت. والله كريمه انا عارف. يا عم انا عندي خالتي مش هتقول لك حاجه. انا عندي خالتي ميرفت وخالتي نجاة. مين خالتي كريمه دي؟ لا مش كريمه اسمها. امال ايه؟ هم كرمه يعني. لا هم كرمه الحمد لله، انا اهلي كلهم كرمه. يعني لو جيتي فتحتي الثلاجه قلت لها الله ايه ده انت عندك جبنه رومي، الله دي حلوه قوي، عندك جبنه ايه ده ثلاجه، الله هاتيها. مش هتقول لك حاجه، هتقول لك ماشي بالهنا والشفا حبيبتي. هتقول لك بالهنا والشفا حبيبتي. هتقاطعني ما تقول له تكلم امي تقول لا بنتك ما تجيليش تاني، هتقاطعني. ما احنا خلاص، ما هو هيبقى اليوم وخلص، ما احنا مش هنعيد من اول تاني عندهم. احنا خلاص احنا واخدينهم كلهم، وبعد كده صحابنا، وبعد كده مائدة الرحمن ضيفناها مائدة الرحمن. يبقى كده خلاص الشهر السبت الموضوع كده خلاص. بس خليها معاكي برضه. طب وانت على كده بقى انا صوتها حطيتها على التليفون. وانت على كده بقى رايح تجيب الكرتونتين بتوع رمضان ليه بقى؟ اما احنا كله اهو بره. ما عشان لو قاتلنا في يوم مثلا ولا عايز تعب ولا انت تعبت ولا لا قدر الله ولا حاجه. بعد الشر عني وعن ابني. قول لو انت تعبت مثلا. لو انا تعبت مثلا وما قدرناش ننزل يبقى حاول نطبخ اي لقمه وخلاص بقى، شويه الرز وشويه المكرونه بس خلاص وازازه الزيت. بلاش كيلو الحاجات دي، هات من كل حاجه ربع كيلو. ده مش عايز مرتب. الحاجات اللي انت كاتباها دي مش عايزه مرتب، دي عايزه قرض. يعني بس انت هتقلبني على عايزه قرض، يا اما نبيع الشقه دي ونكمل عليها ونجيب الحاجات دي. ولا طب بص هات لي، طب بلاش كيلو من كل حاجه. بص عشان هات لي ربع بس. اربعه دي ولا نصاص مش هينفع اصلا، دي عايزين قرض يا اما نبيع الشقه.
انسي الورقه دي، احنا عند خالتك طب توم ينوبك ثواب فيا توم. هيظبطونا طب والله. حبه في ايدي. هيظبطونا قرطاس والله هيظبطونا. خد اهو. ربنا يظبطها لك. والنبي ارجوك من اجل الله هيجوعني.